الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان. الأحبة، لا زال العلم يكتشف أسرار عالم الإبل، وهذا هو الدكتور مارسيل سميتس. بعد أبحاث طويلة نشر على موقع BBC مؤخرا مقالة مذهلة ومفاجئة للجميع أنه وجد علاجا لمرض السكري في ألبان الإبل التي يسخر منها الملحدون. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها